الأقل تعمدوا وتعودوا القيام الليل بصلاة التراويح خلال هذا الشهر الكريم رمضان المبارك، شهر للعبادة وللغفران، شهر يمسح الله فيه الذنوب لمن استقام منكم فيه بالقيام بالصلاة في موعدها، وصبر للصوم مطهرا نفسه ظاهريا وباطنيا، حاجبا نظره لنفسه للشهوات، قانعا لما قسمه الله تعالى له للفطور فيقسم فطوره مع غيره، متخشعا لسمع كلام الله من القرآن الكريم الحكيم المجيد، وكذلك حين ترتيله كتاب الله العزيز المقدس القرآن الكريم الحكيم العليم، مجاهدا بنفسه وماله لمعرفة الحق كلتبليغ الحق، ولو الحق اليوم يضر الشياطين من الجن والصهاينة من الإنس، فيضعف كيدهم بهذا الشهر العظيم للرحمة والتوبة رمضان المبارك، بعدما كذبوا الأنبياء والرسل الأولون والآخرون وكتبوا ما أتلت عليهم الشياطين اللعينة، ورووا روايات محرفة فيغرهم الشيطان الرجيم للاستهزاء والإلحاد برسالات الأنبياء والرسل، كالذين يتلاعبون بعلامات الساعة كأن عندهم علم الغيب لا سمح الله، فيتعمقون في الغيب بالتكرار وهم غافلون عن معرفة دين الله الحق الإسلام للسلم والسلام من أوله إلى آخره، فيعجبك كلام لسانهم، إلا أن ذوق كلامهم في نفس الوقت مر لنفاقهم وكذبهم وشركهم بالله، لا يسعون إلى الانفتاح لخروجهم من المأزق النفسي الذي هم عليه، غير راضون بما آتاهم الله تعالى اليوم كاليوم الآخر من علم الخير، والأقبح من هذا أنهم بالتالي مستكبرون بما عندهم من علم شر ومن مال فاسد لعدم تنازلهم لا على علمهم ولا على أموالهم الفاسدة. وفي ساعة بساعات رمضان المبارك ظهر الدجال بصفة امرأة تخاطب مولاها فرعون وهو جالسا أمام كرسيه الذهبي، فذكرتني صورة جلستهم هذه لهامون، حيث كان جالسا على كرسيه الذهبي وعلى ظهره اليميني واليساري أعوانه الاثنين كعبيد له بنفس الوجه الأقبح والجلسة الفاسدة. فسبحان الله إن عدنا اليوم كاليوم الآخر إلى ما قبل 30 قرن لهذا العصر كالعصر الأخير، فتظهر فيه كل فراعنة العصور الأولى والأخيرة بشكل أو بشكل آخر. إنها إذن ساعة للحساب قبل ساعة الندم، لعل بني إسرائيل اليوم كاليوم الآخر يتذكرونه ويروا أنه قد ظهر بشكل آخر وبصفة أخرى، إلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموت جمعا بهذا العصر الأخير. فيا أنصار بلال رضي الله عنه، إن بلال رضي الله عنه تحرر من صفته كعبيد للفراعنة سوى على شهادته بأن لا إله إلا الله الملك القدوس، وباعترافه لنبوته كلرسالته بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو الحبيب بلال الصحابي الوفي بالعهد الوفي بالعلو صوته كندائه للصلاة بأذان ليس بمثله كأذان آخر يؤذن لإخوانه الأفارقة من إفريقيا والجزيرة العامريقية لابن بطوطة للوحدة إلى الصلاة والصيام والزكاة
كتأشيرة للحج الأكبر للجنات النعيم. وإلا بهذه الفرائض والنعيمة للإسلام تتحقق لكم التأشيرة للحج لمن استطاع إليه منكم سبيلا. وعاد الدجال مرة أخرى بصفة رجل إلى جلستهم الفرعونية قصدا تعريفه للبيعة، فيتناقض لسانه تعريفه بعدما قصد لسانه حكما من أحكام البيعة في الإسلام، وذلك في إحدى آيات الله الكريمة بكتابه العزيز القرآن الكريم الحكيم المجيد. فأنبئهم اليوم كاليوم الآخر تصحيحها كحق لما أراد الله تعالى من ذكر عن البيعة، وإن هي بيعة مقصودة سوى للرسل والأنبياء الله ولأهل البيت كالخلفاء الراشدين منهم وأمراء المؤمنين منهم وإمامات منهم لدين الله الحق الإسلام للسلم والسلام لبلاغه المبين لرسالاته عبر مختلف العصور والحضارات الإسلامية، طمعا في إعطاء الحق بالميزان للمسلمين ذوي القلب الأبيض، وليس طمعا في الملك كامتلاك ما يمتلكونه المسلمين جمعا لا سمح الله. وإلا هكذا تعود البيعة إلى مبايعة الإمامة قبل كل شيء، للمبايعة كإماما واحدا وخليفة واحدا لهذه الأمة الإسلامية العظمى بقوتها والكبرى بترابها، وليس المقصود مبايعته سوى لبلد ما أو لقبيلة ما لا سمح الله. وقد ذكر الله ذو الجلال والعزة والإكرام شروطها بكتابه المقدس العزيز القرآن الكريم الحكيم المجيد، حيث صحح الله أحكامها ما حرفوها اليهود والنصارى من قبل، فتعود هذه الشروط إلى الحكم والشرع الإسلامي للأمة الإسلامية العظمى بقوتها والكبرى بترابها من المغرب إلى المشرق كمن المشرق إلى المغرب. فيستحق بيعة حاكم طاغي بالفساد والاستبداد كفرعون لا يرجع الحق للذي أخذ منه فيعطي الحق للذي لا يستحقه، ثم أن يستحق بيعة إحدى الطغاة كفرعون من قبل ومن بعده تحت هذه الشجرة الملعونة لا سمح الله. وقد اقتحم شروط البيعة الإسلامية السلمية السليمة سابقهم معاوية كأتباعه من سلالة حكام الطاغية بملك الله من المشرق وكذلك من المغرب، ليس فرق بينهم لاتباعهم نفس المنهج كأولياء الشياطين تحت ظل تلك الشجرة الملعونة، فلعنة الله على أولياء الشياطين. وإذ قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العليم العظيم رب العرش العظيم. وبما أنهم اليوم كاليوم الآخر قد دخلوا في النزاع مع رسول الله الحبيب المسلم المصطفى المهدي ببيعة النبوة والرسالة تحت الشجرة المقدسة محمد الأحمد بحمد الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق هذه الشجرة الكريمة شجرة الخلد اتباع سلالة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم اليوم كاليوم الآخر، ألا وهي الشجرة النبوية الربانية للحق، وليس باتباع الشجرة الشيطانية الملعونة للجهل
أهله، وأنتم في عصر متقدم علم البيولوجية والطب لمعرفة أصل وفصل خلايا الإنسان إلى أي نسب ينتمي إليه، فعلى الأقل الأخذ بنسخة من شعر المبايع أو من فمه إن لم تكن بصمات رجله اليمنى تنتمي إلى نفس بصمات رجلي رسول الله الحبيب المسلم المصطفى، حيث اصطفاني الله على بيعة إسلامية سلمية سليمة تحت الشجرة المقدسة المهدي بالشفاعة والرحمة للعالمين محمد الأحمد بحمد الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باختبار تلك النسخة بأحد المختبرات الإسلامية لبلد منعزل عنه لإعطاء صدق وحقيقة النتيجة بعد إذن يجب على الأمة اتخاذ أبعاد شرعية شروطية للإسلام لهذه البيعة كالمبايعة إليها. وإلا لهذا الخلاف بعثني الله عز وجل إليكم وفيكم ومن وسطيكم كإخوة يعود أصلها إلى بني إسرائيل، وكأنني النبي الحبيب المسلم موسى عليه الصلاة والسلام، وقد آتاكم النبي الحبيب المسلم موسى عليه الصلاة والسلام ب9 آيات مباركات عليها 10 حجج من الشجرة المقدسة المباركة، لقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. صدق الله العليم العظيم رب العرش العظيم. وها أنا ذا عدت إليكم بربري الأصل بعيدا عن الأعراب واليهود والنصارى، إنما قريبا لبرابرة الأرض الكريمة من مغربها إلى مشرقها بمختلف أجناسها ولهجاتها وتقاليدها في الحلال على حدود الله، وإن لله تعالى حدود لعلكم لا تتعدونها سبيلا لحل هذا الخلاف الأكبر الذي اختلفتم عليه منذ 14 قرن، أو إن صح القول منذ أكثر من 20 قرن وزيادة، كابتداء من العصور الأولى إلى حدود الساعة لهذا الزمن الأخير. وكان هذا الاختلاف كفتنة بينكم، وإلى الله تعالى يعود علم الساعة كعلم للعصر الأخير للزمن الآخر هذا كاليوم الآخر هذا. وآمنا بالله تعالى وباليوم الآخر وإنه ليوم قريب ولا يعلم مدة زمنه إلا الله عز وجل.